الوصفة دي حقيقي من أروع وأحلى الوصفات اللي انتي ممكن تعمليها. أنا الوصفة دي نزلتها عندي على القناة من حوالي 5 سنين. جابت نسبة مشاهدة حلوة قوي قوي قوي، كانت من أروع وأحلى الفيديوهات عندي. فعلا وصفة حلوة تستاهل فعلا إن هي تتشاف وتتشير والناس تجربها. من أحلى وأروع الوصفات. أنا عملت النهاردة من صدر فرخة، عملت كمية حاجات حلوة قوي قوي بإضافات تجنن، كلها قيمة غذائية. لو عندك الولاد بقى ما بياكلوش الخضار، يلا بينا تعالي سمي الله وانزلي في الكومنتات صلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هقول لك النهارده هعمل ايه. عندي صدر فرخه فرمته في الكبه عندي ناعم بالشكل ده. هنزل عليه بصلايه متوسطه مبشوره، وكمان جزرتين كده حلوين او جزرايه كبيره مبشوره ناعم، وعندي كوستين بشرتهم ناعم، ده كله بشرها المبشره. وعندي بطاطسايه برده متوسطه الحجم بشرتها، بس البطاطسايه صفيت الميه اللي فيها، بيبقى فيها نسبه ميه كتيره قوي. وهنزل عليه بمعلقتين كبار بقسماط ناعم، معلقه صغيره بيكنج باودر. والبهارات بتاعتي بقى عباره عن ايه؟ عباره عن معلقه ونص ملح، معلقه صغيره فلفل اسود، نص معلقه بقى من القرفه والزنجبيل والبابريكا. بس كده، ما بزودش بهارات اكتر من كده. هقلب كل المكونات دي معايا حلو قوي، عجينه طالعه معايا حلوه ومتماسكه جدا. هغطيها واسيبها ترتاح عندي كده في التلاجة نص ساعه على ما اجهز بقيه الخطوات بتاعتي. بعد نص ساعه ببدا اشكلها. باخد كده ايديا امسحها مسحه حلوه بالزيت، طبعا بقى جنبي طبق فيه زيت، بمسح ايديا بين كل واحده والتانيه. وهبدا اشكل الناجتس بتاعي زي ما انتم شايفين نفس شكل الشركات. الناجتس ده شايفه الكميه اللي طالعه عندي دي كلها من صدر فرخه. يعني متخيلين صدر فرخه بس فيها كميه خضار. الولاد بقى اللي ما بياكلش الكوسه، ما بياكلش الجزر، ما بياكلش الحاجات دي، الوصفه دي تجنن. عملت الكميه دي من الناجتس، طبعا تقدري تشكليه باي شكل انت عاوزاه. باقي الكميه بقى انا هعمل معاكم هطلع منها كمان الهمبرجر. في القالب بتاع الهمبرجر طبعا كيس بقطعه، يعني كيس تلاجة بتفتحيه وتقطعيه 4/4 بالشكل ده، وتدهنيه زيت. ببدا اشكل بيه الهمبرجر بتاعي. طبعا دي مش طريقه الهمبرجر الاصليه، بس انا بحاول اعمل لك حاجات مغذيه وموفره لاي ست عامله، او لاولادنا بقى داخلين المدارس وبقوا عايزين تغيير في السندوتشات بقى بعيد عن الجبنه والبيض. والله دي اوفر من الجبنه والبيض يا ستي. عملت الكميه بالشكل ده. لو هتفرزي الهمبرجر بدخله على طول فريزر في المرحله دي، لكن الناجتس لا، لسه الناجتس هدخله بعد المرحله اللي هقولك عليها. عندي بقى دقيق عليه نفس البهارات اللي ضفتها على الفراخ، بنزل في البيض على طول مباشره. وبعد كده هرفع وهنزل عندي في الكريسبي بتاعي. كريسبي موجود في اي سوبر ماركت، موجود في اي هايبر، موجود عند العطارين كتير جدا، وموجود في اي مكان. بغلف بيه بالشكل ده. بقى جنبي صينيه فرش فيها كيس تلاجة، ببدا ارص فيها الناجتس بتاعي. بعد ما اخلص الكميه بتاعتي كلها بدخلها الفريزر تتفرز معايا حلوه قوي. بطلعها ارصها في اكياس تلاجة، وابدا احفظها عندي، بتقعد شهر واتنين في الفريزر. والله من اروع واحلى الحاجات اللي انت ممكن تعمليها. تعالي بقى اقولك على التركية بتاعتي. انا حبيت اسوي معاكم النهارده شويه حاجات عشان تشوفوها وهي طالعه مستويه شكلها عامل ازاي. الناجتس انا بحط زيت مش كتير زي ما انتم شايفين كده، وبحط بقى التركية بتاعتي انا معلقه السمن البلدي. جربيها وادعيلي، بتودي الناجتس طعم وريحه في حته تانية. الناجتس بيبقى طعمه يجنن. هاجي بقى على الهمبرجر، الجريل بتاعتك معلقه سمنه او نقطتين زيت. هنزل بالهمبرجر بتاعي بالشكل ده. ببدا اديله تقليبه اول ما يستوي معايا، بخدش بالظبط 7 8 دقايق او 10 دقايق بالكتير قوي قوي. وبعد كده بطلعه بالشكل التحفه ده. تقدري بقى تكوني مجهزه سندوتشاتك الحلوه وتحشي على طول الهمبرجر، او مجهزه وتحشي الناجتس بتاعك. تحتفظي بالاتنين عندك في الفريزر. قيمه غذائيه عاليه، طعم يجنن يجنن يجنن. استحاله الاولاد او حد يعرف انت ضايفه كميه الخضار دي كلها فيها. جربوا الوصفه دي هتعجبكم جدا، وتقولوا لي بقى دعوه حلوه على الوصفه الحلوه دي. دي الوصفات اللي بتطلع ترند بجد بجد. يعني شيروا الوصفه دي كتير قوي عشان الكل يستفاد. لايك حلو بقى كده علشان الفيديو ده فعلا يستاهل لايك. وينزلوا بقى في التعليقات قولوا لي رايكم ايه، وما تنسوش ترفعوا التعليقات بالصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام.